صغيرين لما كان حد يجي يسألك ها بقى يا حبيبي نفسك تطلع ايه لما تكبر، وغالبا كلنا كنا بنجاوب نفس الإجابة الكلاسيكية، انا نفسي اطلع دكتور، او انا نفسي اطلع مهندسه. صح. وكبرنا ودخلنا كلية احنا في اغلب الاحيان اصلا مش عاوزينها، ولكن وقتها اقنعونا ان دي انسب حاجة ليك. اهلا بيكم وفيديو جديد، ومعاكم نجين خالد، وانتي بتتفرجي على قناتك انتي. في القناه هنا هنتكلم عن كل حاجه تخصك، احلامك واهدافك وشخصيتك ونفسيتك والالف حاجه اللي وراكي ونفسك انك توازني بينهم. الحقيقه ان كل واحد فينا مر بالتجربه دي في فتره ما في حياته، وهو انه لقى نفسه بيعمل حاجه هو مش عاوزها، عايش حلم هو اصلا مش حلمه، بيقرر انه يخوض تجربه هي اصلا مش تجربته. كل واحد فينا تقريبا مر بالتجربه دي، انه عاش فتره من حياته بيحقق حلم مش حلمه. يمكن تكون هي دي الفتره اللي انت عايشاها دلوقتي اصلا، انك عايشه حياه مش هي الحياه اللي كنت عاوزاها اصلا. تخيلي معايا كده لو حد دخل كليه تجاره وهو مش حابب كليه تجاره، هو كان نفسه يطلع رسام مثلا، ولكن دخلها عشان خاطر في شغل بعد ما اتخرج، او عشان خاطر بابا وماما هيبقوا مبسوطين لو دخلت الكليه دي. الحل اللي بيحصل ساعتها انه بنعيش وبنضيع سنين من عمرنا احنا بندرس في مجال او في تخصص احنا اصلا مش حابينه ومش عاوزينه، مش حاسين بأدنى شغف، وبنتخرج من الكلية واحنا تايهين ومش عارفين احنا عايزين نشتغل ايه، ولسه بعد التخرج بنبدأ بقى نفكر وانا عاوزه اكون ايه. كتير من الاهل بيبقوا نفسهم يشوفوا اولادهم بيحققوا نجاحات اجتماعيه تليق بيهم وبالعيله، ويوصلوا لمناصب كويسه زي ابن فلان وابن علان وهكذا. فاللي بيحصل انهم بيضغطوا اولادهم بشكل كبير انهم يا يختاروا تخصص هم مش عايزينه او يشتغلوا شغل مش حابينه. نتيجه بقى للضغط ده هيخلق شخصيه من الاثنين: انسان فاقد اصلا الاهتمام باي حاجه في الحياه، شخص عايش زي ما يكون روبوت بيعمل المهام المطلوبه منه وخلاص من غير اي شغف او اي حماس. يا اما هيكون الشخص التاني هو المتمرد اللي هيتمرد على الواقع ده كله وهيسيب الكليه، هيقعد يسقط فيها لحد ما يسيبها، او هيسيب الشغل اللي هو فيه ويقرر انه يكتشف ذاته ونفسه ويقضي بقى سنتين ثلاثه كمان يحاول يدور فيها على الحاجه اللي هو اصلا حاببها. فسواء كده او كده في سنين مهدره من حياه الانسان بسبب ان هو مشى ورا حلم مش حلمه، او حاول يكون حاجة تانية غير اللي هو فعلا نفسه يكونها. والحقيقة برضو عشان ما نجيش يعني على الأهل قوي، ساعات بيبقى فيه عوامل تانية بتأثر في اختيارك وفي قرارك، زي المجتمع اللي انت عايش فيه، أصحابك، السوشيال ميديا اللي دايما بتعرض لك نماذج معينة من بعض الأشغال، يعني إن ده شغل مبهر وممتاز والله بص بيسافر وبيروح ومبسوطين، فبتبدأ إنك انت تقارن. طب ما أنا يمكن لو اشتغلت الشغلانة دي أبقى مبسوط كده زيهم. ولكن الحقيقة إن كل واحد منا مختلف، وكل واحد لو اشتغل في الحتة بتاعته بس اللي فاهم فيها واللي بيحبها وقتها هيكون مبسوط، مش لو اشتغل شغلانة في العموم حد تاني مبسوط فيها. والحقيقة إنه كلنا بقى عندنا الهوس بالمظاهر ده، بقينا بنقارن حياتنا بحياة الناس اللي حوالينا وبنفكر هو احنا ليه ما نبقاش زيهم، وكاننا كلنا عايزين نبقى نسخ من بعض، مفيش اي حد متفرد باي حاجه. والمشكله الاكبر اننا بقينا نخاف من الاختلاف، احنا خايفين نقول ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه. انا خايفه اقول اني نفسي اكون مصور يا جماعه، مش عايزه اشتغل في بنك. انا خايفه ان انا اقول يا جماعه بصراحه انا مش عايزه اشتغل خالص، انا عايزه اقعد في البيت. كلنا بقينا خايفين نقول اي حاجه عكس المعتاد والمألوف، سواء بقى شغل مختلف، سواء انك تقعدي اصلا في البيت عادي، يمكن تكون دي الحاجه اللي انت بتحبيها يا ستي. انت واحده بتحبي انك انت تقومي تروقي البيت وتعملي الاكل وتهتمي بتفاصيل جوزك واولادك وخلاص، هي دي الحياه اللي انت حباها، هي دي اللي شخصيتك ماشيه معاها. ايه العيب في كده؟ ايه المشكله في ده؟ المشكله في ده ان المجتمع دلوقتي رسم نموذج معين للمراه الناجحه وللراجل الناجح، فلو انت قررتي انك تخرجي بره الصندوق ده انت مش هتبقي ناجحه، او هتلاقي على الاقل رفض كبير جدا للتغيير او للحاجه اللي انت عاوزه تعمليها. فاللي انا جاي اقوله لك النهارده، صدقي الصوت اللي جواكي، امشي ورا حلمك الحقيقي، ما تتخدعيش بالمظاهر، واوعي تتبني حلم حد تاني وتقرري ان انت تحققيه، لانه ساعتها مش هتبقي سعيده. فايه بقى اهميه ان انا اكون نفسي واحاول امشي ورا الحاجه اللي انا بجد عاوزاها؟ لما تمشي ورا شغفك والصوت اللي جواكي والحاجه اللي انت بجد نفسك تحققيها، ساعتها بس هتحسي انك مبسوطه،
وهتحسي براحه بال، مفيش حاجه تانية هتجيبها لك. جربي كده تشتغلي حاجه انت بتحبيها جدا، وشوفي نفسك هتبقي عامله ازاي. هتبقي حاسه بطاقه وبحماس كده وبشغف انك انت عاوزه تعملي الحاجه دي، لا هتزهقي ولا هتملي. ممكن تيجي بعض الاوقات تحسي ان انت عاوزه تفصلي وترجعي تاني، بس في كل مره هترجعي تعملي فيها الحاجه دي هتحسي بشغف وبفرحه وبانبساط بعديها. فنصيحتي ليكي لو بتحبي حاجه معينه او نفسك تشتغلي في مجال معين، خدي اول خطوه وقومي دلوقتي وابدأي في الحاجه دي، وما تهتميش بكلام الناس اللي حواليكي. وصدقيني لو عملتي كده وما خدتيش بكلام الناس اللي حواليكي، كل الناس اللي حواليكي اللي بتعارضك دلوقتي هيحترموكي، لانه مش كل الناس عندها الشجاعه والجرأه انهم يطلعوا ويبينوا اختلافهم ويقرروا انهم يحققوا حلمهم هم، ويكونوا نسخه متفرده من نفسهم. لانه مش اي حد ابدا عنده الجرأة انه يعيش حياته على مزاجه هو، دي محتاجة شجاعة كبيرة جدا من الشخص وثقة عالية بالنفس. وبصراحة انا عاملة الفيديو ده ليا وليكوا، وبقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لكم، وقررت ان انا برضو اخد اول خطوة في حاجة كان نفسي من سنين اعملها، وهبدأ فيها ان شاء الله وهشاركها معاكم اكيد، بس يعني قدام شوية لما تظبط معايا شويه هبدا ان انا اشاركها معاكم. فيلا انت كمان قومي وقرري ان انت تاخدي اول خطوه في الحاجه اللي انت كان نفسك فيها وفعلا بتحبيها. وبكده نبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى يكون فادك وخليكي كده تتحمسي انك تقومي وتاخدي خطوه. ما تنسيش تعملي شير واللايك وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد.